السلام عليكم متتبعين ديالي، شخباركم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان ان شاء الله. جايبه لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا بالكاشير والفرماج والطون. بالنسبه غادي ندير الصلصه، هي الاول نعطيكم المقادير ديال الصلصه. عندي هنا نص لتر الماء، واللي بغى يعوضوا بالحليب يعوضوا. انا عندي غير شويه الحليب. عندي واحد 4 كاس صغير ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال النيدو، 2 معالق كبار ديال الطحين الابيض، وعندي 3 الفرماجات، وعندي الملح على حسب الذوق. صافي عندي هنايا واحد 2 كيسان ديال الماء، بغيتو تعوضهم بالحليب عوضوهم. غادا نزيد عليهم واحد 2 معالق كبار ديال النيدو حليب غبره، وغادا نزيد طحين حتى هو 2 معالق كبار. هاد الصلصه في الحقيقه في البيتزا كتجي رائعه وكتجي بنينه. غندير الملحه، داك 4 كاس صغير ديال الزيت النباتيه، او ديروا الزيت البلديه لكم الاختيار. صافي داك 3 الفرماجات حتى هما درتهم. صافي وغادا درت هذيك الكاس تاع الحليب اللي عندي، زدتو حتى هوايا. صافي غادا نخلط بالخلاط مزيان حتى ينسجموا ليا العناصر. صافي انا درتها فوق النار، وكنبقى نستمر في التحريك، ما كنحيدش يدي حتى كيعقد. ضروري كتبقاو ديروا استمرار في التحريك باش ما كيتحركش ليكم. هاد الصلصه البيضاء كتجي ديال الفرماج كتجي بنينه. صافي كنبقى نستمر في التحريك حتى كيعقد معايا الخليط. ها شوفوا الخليط كيفاش كيولي دغيا. هاد الصلصه البيضاء دغيا كتوجد دغيا. صافي دابا انا غادا نطفي عليها. صافي بداتي تقال معايا الخليط، باقي يبرد ويزيد يتقال. نشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. صافي دابا غادا نحضر العجينه. غادا نديرها الطحين كديروا على حساب الكميه اللي بغيتو. عندي الخميره الفوريه، عندي الملحه، عندي الزعتر، عندي واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، هذا 4 كاس صغير ديال زيت نباتيه، واحد نص كاس ديال الحليب، وعندي الماء دافي. صافي دابا غادا ندير الملحه، نزيدها على الطحين، وغادا ندير الخميره الفوريه. غادي ندير معلقه صغيره ديال السنيده، داك 4 كاس صغير ديال زيت نباتيه وبلديه لكم الاختيار. ندير الزعتر، غادي ندير دابا الحليب ولا تعوضوه بدانون مسوس. عندي الماء دافي. صافي انا درت العناصر كاملين في العجانه تعجنوا. صافي دابا انا درتها في هاد الاناء ونخليها تخمر، باش ما خمرات كتجي مزيان خمرات ضعف الحجم ديالها. صافي دابا غادا نشكلها 2 كويرات، نديرو في اللاطه مربعه ولاطه دائريه. صافي دهنت اللاطات بالزيت. صافي غادا نبسط العجين ديالي على الدوره ديال اللاطه. صافي بعد ما بسطتها، صافي دابا انا غادا نتشكها بالفرشيد. انا ديت الفران ديالها كيسخن، غادا ندير واحد نص طيبه قليله باش نخرج نعمرها باش ما تخمرش ليا تنفخ. الا كتدخلها الصا صافي كنحيدها، ما كنخليهاش حتى كتحمر. صافي بعد ما خرجتهم من الفران، صافي دابا انا غادا نعمرهم. هي لهذه الصلصه البيضاء شوف كي كتجي، هي قاعده تجي رائعه. المذاق ديال الفرماج. عندي هنا الكاشير محكوك، عندي هنا الفرماج الاحمر، عندي هنا شويه موتزاريلا، عندي الزيت المقطع، عندي هنا واحد الحك تاع الطون. اللي بغى يدير الصلصه ديال المطيشه يديرها باش يدير الكريمه. هاد الصلصه البيضاء يديرها، انا دايره غير الصلصه البيضاء. صافي دابا انا سرحت الصلصه. صافي درت الفرماج، هذه اللي غادا نديرها بالفرماج كثرت ليها الكاشير، وهذه اللي غادا نديرها بالطون درت لها غير شويه الكاشير. ما فيت حاطه لكم فيديو كيفاش تصاوبوا الكاشير في الدار. صافي غادا ندير الزيتون شويه هكا وشويه هكايا. هذه درت ليها الطون، وهذه درت لها الفرماج الاحمر، ودرت لها موتزاريلا،
هذه هي زدت لها شويه الفرماج الحمر والموتزاريلا حتى هي صافي. وغادي ندخلها الفران طيب. هاي بعد ما طابت شعلت عليها الفوق والتحت. شوفي كتجي بنينه وكتجي رائعه. نوريكم الشكل ديالها كيف كيجي. ايوا هذه هي البيتزا ديالنا ساهله ماهله ودغيا كتوجد. درتها غير الكوطي هكا ايوا هذه هي نهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. يا الله مع السلامه. فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم ديما الجديد.